السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. بما أنه رمضان قرب إن شاء الله، حبيت نفيدكم بهذه الوصفة للتشيز كيك شوكولا، سهلة وتوجد بالخف. شوفوا معايا هنايا جاب بزاف بنين لدرجة ما تتصوروهاش، صراحة من أروع ما راح تجربوا. مديت لكم مقادير مضبوطة، أي وحدة راح تجربوا تنجح فيه بإذن الله. بلا ما نطول عليكم حبيباتي، نبداو بسم الله. عندي هنا 190 غرام بسكوي، من الافضل النوعيه نتاعو تكون بالشوكولا، وعندي 45 غرام زبده ولا مارغرين لازم تكون ذايبه. نجيب هنا الغيسيبيون ونحط فيه البسكوي نتاعي، لازم يكون مطحون بيان، ونزيد عليه الزبده اللي كنت ذوبتها من قبل ونخلط. كي نخلط لازم الحبيبات تاع البسكوي كامل يتشربوا هذيك الزبده ويجينا مرمل كيما هكذا. نحطو بجيه ونجيب سارسو القطر نتاعو يكون 18 سنتيمتر، نحطو في طبسي ولا كش حاجه ونغلفو من الداخل بالفي غدويد باش كي نحي تشيز كيك منه يجيني ساهل ومتحوف. نحط فيه البسكوي ونوزعوه كامل بالتساوي باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه، وكي نقسمو يجيني الشكل نتاعو شباب. ونضغط عليه بكاش حاجه تكون مسطحه من تحت، مغرف ولا كاس ولا شي اللي عندكم، حتى نتحصلوا على هذه الطبقه كيما راكم تشوفوا هنا. ندخلوها للثلاجه لو طون اللي نصنعوا فيه تشيز كيك. هنا باش نحضر ماس الجيلاتين عندي 30 غرام ماء، نزيد لها 5 غرام لا بودر دو جيلاتين تكون 200 بلوم، باسكو لو كان تستعملوا جيلاتين اقل من 200 بلوم ما تجيكمش الوصفه متماسكه. عندي هنا 175 غرام كريمه سائله، 35% ماده دسمه، نطلعها مليح بالباتور ونحطها بجيه. نجيب ريسيبيون نحط فيه 325 غرام جبن يكون نوعيه جيده، نزيد عليه 80 غرام سكر غلاس ونخلط مليح حتى يدخل مليح هذاك السكر غلاس في الجبن. هنا شوفوا هذوك الحبيبات تاع السكر غلاس ما ذابوش في الجبن، جو بريفير نستعمل الباتور ونخلط مليح باش كامل هذاك السكر غلاس يدخل ويتجانس مع الجبن. نزيد هنا 200 غرام شوكولا تكون ذايبه ولازم تكون بارده، نخلط بالباتور حتى تدخل مليح، ومن بعد نزيد شويه اللي بقات لي ونعاود نخلط حتى تدخل كامل المكونات مع بعضها. في هذه المرحله نضيفوا الكريمه السائله ونزيدوا نخلطوا حتى تدخل مليح. كما راكم تلاحظوا هنايا طريقه سهله وبسيطه، وهذا التشيز كيك نقدروا نحضروه في دقائق. زدت هنا ملعقه كبيره شوكولاته للطلي تكون معمره مليح وتكون نوعيه جيده باش تمد لها ذوق رائع. في الاخر نزيد لها ماس الجيلاتين اللي كنت حضرتها من قبل ونخلط. نحبس الباتور ونطم الخليط تاعي كامل بلا مغيس. هاوليك القوام اللي نتحصلوا عليه. نروح نجيب السرسو من الثلاجه ونحط فيه لاباغي تاع التشيز كيك. نحاول نعدل من الفوق كامل هذاك السطح ونمسح الاطراف باش كي ندير الكاناش يجوني كامل الطبقات باينه. نغطيه بالبابي فيلم وندخله للثلاجه لمده ليله كامله. اذا كنتم مزروبين 6 سوايع تكفي باش تقطعوا التشيز كيك تاعكم. نروح نحضروا الكاناش للطبقه الاخيره. في كاسرونه نحط 140 غرام كريمه سائله، 35% ماده دسمه، نحطها فوق الفرن ونخليها تسخن. كنت ذوبت هنايا 120 غرام شوكولا بالحليب، ضفت عليها هذيك الكريمه اللي كنت سخنتها من قبل على 3 خطرات ونخلط. نجيب التشيز كيك تاعي بعد ما جمد ونحط عليه هذاك الغاناش ونحاول نمشيه على كامل الاطراف بالتساوي كما راكم تشوفوا هنايا، نمشيه كامل حتى يوصل للاطراف. ابخي نرجعوه للثلاجه واحد نص ساعه هكذاك قيس ما يتماسك الغاناش ونخرجوه.
هنا بعد ما تماسك الكاناش نحي البابي فيلم اللي كنت درته من تحت، نحي هذاك الطبسي باسكو ما يساعدنيش في القسمه كي نجي نقسم. نحي بابي غدويد هذاك اللي كنت درته داخل السيرسو هنايا، ونقسم التشيز كيك تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا. طريقه التزيين لكم الاختيار، كل واحد كيفاش يحب يزينهم. انا هنايا حبيت نزينهم بدي غوزاس جو بزاف شابين. والتشيز كيك ثاني تلاحظوا العلو نتاعو جا عالي، انايا ما نحبش التشيز كيك يكون هابط بزاف. هذه المقادير تجيكم في سيرسو تاع 18 باش يجيكم هكذا عالي ويجي شباب. البنه ما عندي ما نقولكم، نتمنى تجربوه. انتظروني في فيديو اخر ان شاء الله.